بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الذات المحمدية من القدم، وجعلها واسطة لكل إنسان، وأبرزها أولا في حضرته الواحدية، وفرع عنها سائر الأكوان، وأمدها بأنواره العظيمة الشعشعانية، وأوصل إمدادها لجملة الأعيان. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المرضية، وكملنا بالانطواء جوف حجاب هذا الدر المصان، ورحمنا بهديه وسنته القوية، وشرفنا بنزول هذا القرآن، وطهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية، فصارت قلوبنا طاهرة مطهرة من الطغيان، وأفاض على سرائرنا من الود لهذه المعاني العلمية، فنطقنا بالحكمة التي تشرف بها الثقلان، وأهل عقولنا للتأمل، فاقتدينا بتلك الأفعال العلية، فرقينا على درج العناية لأعلى الجنان، وأشكره على ما خصنا من فضله به من مزية، وهي تأخيرنا في أمة هم شهداء الله بحق ونصران، وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية، وذلك باقتفائنا لآثار نقطة الوجود وسر العلمان. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها، وأشهد إفراد الأحدية، وأعلو بها إلى منازل الموحدين المنزهين الحق عن المكان. وأشهد أن سيدنا محمدًا الذي من ميم اسمه امتدت سائر العوالم الخلقية، وهو عبد الله ورسوله، وحاء رحمته التي رحم بها الملوان، ومن ميمه الأخرى تعينت مياه العوالم الحسية والمعنوية، وامتلاؤها من أنوار وأسرار وإذعان.
ومن دال ذلك الاسم دامت نظامات الممالك الملكية، ودام الصولة الدين ببركته ونفعها في العالمان. ودام الصولة الدين ببركته ونفعها في العالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ظهرت أسرار حكمية وما برزت علوم وحكم ومعرفة وألزم في البعض الكتمان. اللهم صل وسلم على قبلة تجلياتك الربانية، محل نظرك من الوجود عالي الشان، كتاب أسرارك المنطوية الحقية العلمية، مظهر الرحمة من حضرتها ومجلى اسمك الرحمن، وعلى آله وصحبه ما استقامت الملة الحنيفية، ومع ترجم بلسان الشريعة والحقيقة ترجمان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان.